السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم وقناتي وصفات مولين المغربية. في إطار هذا البرد اليوم إن شاء الله غنديروا واحد الوصفة مغربية بامتياز ودافئة تصلح هذا الجو. دجاج بالمعدنوس. إذا نبقاو مع الوصفة وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. كالعادة متنساوناش تشوفوا من لايكاتكم وتعليقكم والبارطاج. إذا على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله غنديروا واحد دجاج مكناسي وفاسي او لا فاسي، المهم الدجاج معروف مكناس ديال هذا البرد. واحد الدجاج رخيص يستحسن نستغلو، وان كان غير شخص ولا جوج الاشخاص يديروا دجاجه موين ولا كوكلي على حسب. اذا على بركه الله غنديروا هذا الدجاج بالمعدنوس. غنحتاجوا له واحد كميه ديال الدجاج. انا هنا غنستعمل غير الدجاج يستحسن نغسلوه مزيان ونشفوه يتسقطر. هنايا عندنا واحد درس ديال الثومه، واحد جوج ولا ثلاثه، المهم نتوما كتبقى على حسب كميه ديال الدجاج. عندي هنا الزيتون، انا خديت الزيتون بلدي وقطعته، وعندنا المصير والعطريه الدجاج اللي هي الملحه، الخرقوم، سكينجبير، الابزار والضويمه، واكيد الرئيس الكبير اليوم اللي هو المعدنوس. غنكونوا مقطعينه مغسلينه مزيان ومنشفينه ومقطعينه على بركه الله. هنا عندي الثومه، غندير شويه الملحه ما نكثروهاش غير على ود باش نديروا لافارس، لانه مسبقا تبارك الله المسير مالح، والضمه مالحه، كمون حتى هو ما نكثروش، وناخذوا خرقوم عرق، الابزار واحد معلقه صغيره، وسكينجبير، وغنديروا هذيك الضويمه ديال الزعفران. درنا الضويمه هنا ديال الزعفران. غادي نقطعوا هذا المسير، هذا الشيء منه شرموله وفي نفس الوقت فاخس. يمكن لكم يتمعسوا، راه هو ضيار طايب تبارك الله زبده. هنا عندي واحد المعلقه ديال السمن، غنضيفو شي شويه د الماء غير فين ندوبو هذيك العطريه. بسم الله. غنخدمو مزيان هاد العطريه هادي، نلبسو على الدجاجه، نبجغوها هذاك السمينه. واحد الدجاجه كتجي رائعه. الدجاج هنايا دجاج بالمعدنوس زوين وسخون. دابا وقيتو في هذا البرد تبارك الله. بون غنلبسو هاد الدجاجه هاك، ندخلو فيها العطريه والدجاج. قلنا راه كيبقى الاختيار ديالكم، خذوا القياس اللي بغيتو ديال الدجاج. هنا غنضيفو هذاك الزيتون، غنضيفو حتى القشاوش ديال الدجاج، قشيوشات الكبده وسميتو، وغنضيفو الكميه الكبيره هنا ديال المعدنوس، اولا المعدنوس الكافي اللي غيعمر لكم هاد الدجاجه هكذا. رائع. عرفتي هذيك اللوغو ديال هاد الشيء ما شاء الله. وغنكوروه وندخلو في وسط الدجاجه كيف كلشي تيدير. ممكن لكم الا شاط لكم لا فارس ديروها في شي قواعد. ما انا هنايا درت الحد في القد اللي تيعرف يدير قياسو، راه ما حتى حاجه ما غادي تخصو. شاط نلبسوه الجد اصلا. واخا عمرتوها مزيان ما تخافوش، لان حنا اصلا غنديروها في الفران.
يعني ما كطيبش، ما غادي تخافوش عليها غادي تفرقع ولا والو. هكذا دوا البرد، دوا البرد، دوا البرد. هو خضنجان ودجاج بالمعدنوس. هاد دجاجتنا واجده. هنا على بركه الله غناخد انايا هذيك الدجيجه غنمسح كاع الا باقي شي شويش ديال العطريه. الدجاجه هي هادي غنمرقها، نضيفو لها شويه الزبده ولا السمن مذوب ولا شوفوا شنو. او بابي الومنيوم. ولا ورق الالومنيوم. هكذا وندخلوها للفران وندوزو نصوبو لها المرافقات ديالها. شي حاجه اللي هي ساهله دغيا دغيا. اذا الدجاجه ملي كطيب كيطلق لنا واحد الصوص كنحيدوه كنديروه في واحد الكاسرون. هو هذا كنخليوه حتى يطبخ شويه تيعقد، وكنضيفوا له واحد المعلقه صغيره ديال النشا وكنقدموها. هي هذه الدجاجه تبارك الله تتجي رائعه وبنينه. وكنقدموها هنايا مع خضار صوتي اللي كاع الناس الحمد لله كلشي تيعرفهم. كنسلقوا خضره وكندوزها في زبيده ولا زويته بلديه مع شويه ديال الثومه والملح والابزار. وبالصحه والراحه ومع السلامه، والى الملتقى في وصفه اخرى.